يا مساء الفل، ومكملين في شغل نواعم العيد. عملنا الكحك والبسكوت والغريبة. النهاردة هنعمل البيتي فور. هحضر معاكم البيتي فور بطريقة حلوة جدا. البيتي فور دايب وتحفة، وفي نفس الوقت كده مسك نفسه، والعجينة مفيش اسهل من كده. وهنحضر من عجينة واحدة بيتي فور فانيليا وبيتي فور شوكولاتة. المكونات معايا عبارة عن كيلو واحد من الدقيق، دقيق جميع الأغراض أو دقيق كحك وبسكوت. هضيف عليهم 750 جرام من الزبدة في درجة حرارة المطبخ، يعني كيلو إلا ربع. وكمان 100 جرام من السمنة، أي نوع سمنة تقدروا تستخدموه. و340 جرام من السكر البودرة المنخول، وأربع بيضات في درجة حرارة المطبخ، وفانيليا. مفيش أكتر من كده. أول حاجة هاخدها الزبدة، هضيف عليها السمنة، وكمان هضيف عليهم السكر. ومهم جدا ان احنا ننخل السكر كويس بعد ما نطحنه علشان ما يخرصش معانا في البيتي فور. وهضربهم مع بعض، هضربهم حوالي من 5 ل7 دقايق، يعني لحد ما يدونا قوام فاتح، وتحسوا ان القوام كمان تضاعف وبقى عامل زي الكريم شانتيه شويه. تقدروا تعملوا الخطوه دي طبعا بالمضرب الكهرباء او بالمضرب اليدوي، بس طبعا هياخد وقت اكتر من ده شويه. بعد ما ضربت الزبدة والسكر، شايفين قوامهم حلو ازاي؟ زي الكريمة بالظبط. هبتدي اضيف البيض بيضة بيضة. مهم جدا ان البيض يكون في درجة حرارة المطبخ. لو البيض ساقع او الزبدة ساقعة، العجينة هتخرز ومش هتدينا نتيجة حلوة. وضفنا كمان معلقة الفانيليا، معلقة كبيرة من الفانيليا السايلة، ورشة الملح للسنة. وكل ما تختفي بيضة بنضيف البيضة اللي بعدها. بنضيف البيض بيضة بيضة، منضيفوش مرة واحدة لحد ما نخلص كل الكمية. ودي كانت اخر بيضة. انا استعملت البيض كامل، ما فصلتش بياض عن صفار. وما تقلقوش خالص، النتيجة هتكون حلوة جدا. ده شكل العجينة بعد ما خلطنا البيض والزبدة والسكر والسمنة كويس جدا. استغنى دلوقتي عن المضرب، وهبتدي اضيف الدقيق. دقيق البسكوت او البيتي فور بيتضاف دفعة واحدة، مش بالتدريج. هنضيف الدقيق كله، هنضيف الكيلو كامل، مش هشيل منه معالق خالص. وهقلبه بس كده شويه. وهنا هستخدم الكف علشان انا مش عايزه اعجن ولا اضرب كتير، انا يدوب بس هقلب الدقيق مع المكونات التانية لحد ما يختفي، مش اكتر من كده. وابتدي اضربه، يعني يدوب اقل من دقيقه هتدينا نتيجه حلوه جدا، والدقيق هيندمج مع باقي المكونات ويختفي. وده شكل العجينة بعد ما قلبنا كل المكونات مع بعض كده، بقت جاهزة. دي عجينة البيتي فور فانيليا، تقدروا تشكلوها على طول لو مش عاوزين تعملوا منها بالكاكاو. بس انا هنا هبتدي اخد جزء من المقدار ده، هاخد تقريبا تلتين المقدار على جنب، وهسيب التلت في العجان. ولو في اي دقيق على حواف كده العجان بنقلبه بالمعلقة، مفيش اي مشكلة، لكن ما نضربش كتير. الضرب الكتير للبيتي فور او البسكوت، التقليب الدقيق يعني وقت كتير، ده بيخلي البسكوت او البيتي فور ناشف ويحجر. دول تلتين العجينة نقلتهم على جنب، وده التلت. هضيف عليه 3 معالق كبار من الكاكاو الخام الغير محلى، ومعلقة واحدة من الزبدة في درجة حرارة المطبخ. زي ما قلت لكم احنا مش هنضيف سوائل خالص. ودول 3 معالق من الزيت، زيت نباتي، مش هنستخدم زيت زيتون، ما ينفعش. وكمان الزيت اللي نستخدمه يكون زيت طعمه وريحته حلوة، يعني ملوش ريحة نفاذة. وهقلبهم مع بعض برضو اقل من دقيقة لحد ما الكاكاو والعجينة وباقي المكونات اللي ضفناها يندمج كويس، ويدينا لون العجينة الكاكاو الحلو. كده بيكون عجينة الكاكاو معانا جاهزة، وكمان عجينة الفانيليا. هجيب دلوقتي اكياس الحلواني وابتدي اخد من العجين ده. وده القمع او البلبلة اللي انا استخدمتها، ده قمع البيتي فور. القمع ده مقاس 6. لو ما لقيتوش مقاس 6 ممكن تستخدموا مقاس 7، مش اكتر من كده. لو رقم 8 هيكون كبير زيادة عن اللزوم. وببتدي اقطع البيتي فور. انا بفضل ان انا اقطع بيتي فور الشوكولاتة او اشكل بيتي فور الشوكولاتة في الاول. ومع كل صينية بيكون فيها بيتي فور شوكولاتة بعمل معاهم واحدة من البيتي فور الفانيليا علشان احكم بيها على التسوية كويس. طبعا نقدر نتحكم في الضغطة زي ما احنا عاوزين، يعني الضغطة دي مناسبة جدا.
وما نخليش البوتيفور عالية قوي، انا بفضل ان هي تكون مش عالية، علشان طبعا حجمها بيزيد شوية في الفرن. احنا ما ضفناش بيكنج باودر، ما ضفناش سوائل في البوتيفور، ما فيش بيكنج باودر او سوائل، معتمدين على البيض، فحجمها هيزيد شوية. فلو عالية بزيادة طبعا هتعلى في الفرن كمان، مش هتفرش. يعني بعد ما نيجي نزينها ونلزق اتنين مع بعض هنلاقي ان ارتفاعها عالي قوي، وهنضطر نفتح بقنا زيادة واحنا بناكلها، يعني المنظر مش بيبقى لطيف. فلما بيكون ارتفاعها مش عالي فبتفرش للجنب، وفي نفس الوقت ما بتبقاش مرتفعة قوي، يعني بتبقى حلوة جدا في التزيين. وده البيتيفور الفانيليا. ونراعي طبعا واحنا بنقطع العجين او بنشكل البيتيفور ان احنا نسيب مسافات معقولة ما بين وحدات البيتيفور، علشان هو حجمه بيزيد شوية. وهنا بقطع كل كمية العجين، بشكل كل كمية البيتيفور في الصواني او الصاجات الخبز قبل التسوية، مش بسوي غير بعد ما اشكل كل كمية البيتيفور اللي انا حضرتها. والخبز بيكون في الفرن على درجة حرارة 180. بنشغل الفرن قبلها ب10 دقايق من تحت بس، مش بنشغل الشواية نهائي. والتسوية بتكون على الشبكة بس، مش في الرف الأوسط، في الرف الأعلى منها على طول. يعني الدرجة اللي أعلى من الرف الأوسط بندخل فيها الصينية، وطبعا مع وجود مروحة بيدينا نتيجة حلوة جدا، مش بياخد كمان وقت في الفرن، يعني يدوب بس 10 دقايق. ومهم جدا ان احنا نديله لون بسيط في الفرن، وده كمان من الحاجات اللي بتحافظ على عمر البوتيفور وبتخلي عمره اطول. ده شكله بعد التسوية. شايفين بقى وحدة البوتيفور فرشت شوية ازاي؟ تحفة. عايزة اقول لكم ريحته فظيعة وقوامه حلو، البوتيفورة خفيفة وهشة وفي نفس الوقت ناعمة، بتدوب كده تحفة. مهم جدا ان احنا ندي لون للبوتيفور، علشان ده بيديله عمر اطول، ومش بيخلي البوتيفور ينعم بسرعة. لو البوتيفور ابيض هيطرى معانا بسرعة، حتى لو احنا حافظينه بطريقة كويسة. شايفين بقى النعومة بتاعتها؟ يعني احنا البوتيفورة متماسكة، بتتحرك من الصينية بسهولة، احنا ما دهناش الصواني اي حاجة، بتتحرك من الصينية بسهولة، وفي نفس الوقت نقدر نتحكم فيها، وكمان خفيفة ودايبة كده. العجينة معانا مظبوطة جدا. بدأت ان انا اقسم البيتيفور، الشوكولاتة لوحده والفانيليا لوحده، ودي من الحاجات اللي بتسهل علينا بعد كده التزيين. طبعا التزيين ده بيرجع لذوقكم، حابين تاكلوه كده حلو جدا، حابين تزينوه تمام. هو هنا البيتيفور السادة، بعد كده بقى بيتيفور الشوكولاتة. ببتدي اجيب كل وحدتين بيتيفور، وطبعا نراعي المقاس بتاعهم، نشوف كده المقاسات ان هي تكون قد بعض بالظبط. وبضيف كده في النص شوية من نوتيلا، بديل النوتيلا الموجود عندكم. انا استخدمت بديل النوتيلا، بس نستخدم نوع كويس. انا بفضل بديل النوتيلا او الكراميل في لزق البيتيفور. المربى من الحاجات اللي بتخلي البيتيفوراية تحن او تطرى بسرعة، وبيبقى عمرها قصير. فان احنا نلزق بشوكولاته، او كمان ممكن نسيح شوكولاته على حمام ميه ونلزق بيها، مفيش اي مشكله. بس انا يعني هتجمد مننا، كل شويه هنرجع تاني لحمام الميه ونسخن، فدي اسرع واسهل بكتير. وهنخلي الشوكولاته بعد كده البني والبيضه للتزيين، وسهل قوي في التزيين لما بنطلع كده كل اتنين مقاس واحد جنب بعض، ونبتدي نوزع الحشو ونلزقهم، فده بيوفر برضو وقت كتير. اهو هعمل كمان الفانيليا بنفس الطريقة اللي انا عملت بيها الشوكولاتة. اختار كام واحدة كده مقاس واحد، وابتدي ان انا اوزع عليهم الحشو والزقه. سهلة قوي. وكمان بقى لو خليتي حد من الولاد يقعد جنبك ويطلع لك البوتيفورات اللي مقاس بعض فوق بعض، بيبقى سهل قوي وبيوفر في الوقت. هلزق كل كمية البوتيفور اللي معايا، وبعد كده هنرجع نزينه مع بعض. بعد ما لزقت كل كمية البوتيفور، هبتدي دلوقتي ازينه. انا سيحت شوكولاته بني وشوكولاته بيضة على حمام ميه. كميه البوتيفور اللي معايا دي بالمناسبه خدت معايا 2 باكت شوكولاته، واحد بني وواحد فانيليا. كل باكت شوكولاته او كل قالب شوكولاته مقاس اسفه وزن 200 جرام. تمام كده، يعني الكميه كلها خدت معايا 400 جرام من الشوكولاته، سواء بقى بني او بيضة زي ما تحبوا.
معايا جوز هند ومعايا فرماسيه، تقدروا تزينوا بابسط الحاجات. وطبعا انا مش بطلع هنا على الترابيزه على طول، انا فرشت مفرش اسفه منديل شبه الاكياس التلاجة، اكياس النايلون بتاعت التلاجة، بس ده منديل مفتوح كده لوحده، نقدر طبعا نفتح اكياس التلاجة ونستخدمها. وبدأت ان انا ازين وارص عليه. سهل جدا ان احنا نزين ونرص على حاجة بلاستيك بتطلع معانا بسهولة. هنزين بقى بالطريقة اللي احنا عاوزينها، وممكن كمان نزين كده بشوكولاتة بيضة او شوكولاتة بني، ونعمل فوقيها شوية من اللون التاني، بتدي شكل حلو قوي. عايزه اقول لكم ان الكميه دي طلعت معايا 2 كيلو ونص واكتر كمان شويه من كيلو واحد دي، وباقي المكونات اللي استخدمناها. يا رب الفيديو يكون عجبكم والطريقه تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوها وتنجح معاكم. هستنى رايكم في الكومنتات، ما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله.